اول لقيت مكان على النت بيعمل نشاطات مختلفه قلت اوديها، ما هو مش هيبقى مدرسه وبس. كان لازم اخلص من مسكه الموبايل والتاب ووقت الالعاب اللي ما بيخلص. كمان لقيت هنا نظام عضويات بيديني مميزات كتير مختلفه وحاجات تخليني وتشجعني اشترك في كذا حاجه. بس المشكله هنا اول ما جينا بيت جوانا فعلا اتصدمت من اللي شفته، ما كنتش متوقعه كده. انا ما بقيتش عارفه اروح. عايزه تفضل هنا 24 ساعه في المدرسه، في الاجازه، رمضان، العيد، مش عايزه تروح خالص. اول مره اشوف ولادي متعلقين بمكان كده. قدرت كم المجهود المبذول وفرحتهم بالولاد اما بيكونوا على المسرح. انا فخوره جدا ان ابني جزء من الفريق الرسمي لمحافظه اسكندريه. عن اول مهاره شفتها منه، عن اول فكره مختلفه تفكر فيها، عن اول مشهد مثل فيه قدام الناس. بصراحه الوقت اللي بنقضيه هنا على قلبي زي العسل. سعيده ان هي بتتطور يوم بعد يوم. حسيته بعد ما عمل عرض معاهم ودخل ورشه عندهم وعاش في وسطهم ان ابني بجد بجد لو هو بذره هتكبر وهتبقى ورده، هتبقى حاجه جميله في المجتمع. دي احلى هديه عيد ام السنه دي. كتر ما احنا مشتركين في حاجات قررنا نجيب هدومنا ونيجي نعيش هنا. المكان ده اتحول من مكان تدريب لبيت تاني لينا، وعيله تانيه معانا في الحلو والوحش. بيت جوانا بقى بيتنا، 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 بيت جوانا بقى بيتنا. انا كمان مش هيبقى ليا دور. ماما عايزه اروح يا ماما بالله عليك. طب شويه كمان صغيرين. يوه بيت جوانا ايه؟ ورا بيتنا؟ ايوه ورا بيتنا ازاي يعني؟ مش فاهمه دي كلمه. ما انا بقول ما انا مش فاهماكي يعني ايه بيت جوانا ده، يعني ايه يعني؟ عن اول ناس تمثل قدام اول مشهد يا بابا، احنا متاخرين خلي بالك كمان. طب ما هو انا هعمل ايه طيب؟ ما انا اعملي ايه؟ ركزي قولي الجمله زي ما هي. طويله قوي. اوكي خلاص سوري ماشي معلش تمام معلش. دخلوه ورشه بقى. اوكي يا مدام انت مستغربه ان بنتك بتلخبط على المسرح؟ هو ده اسلوب؟ لو سمحت ما تتكلمش معايا كده تاني. وصل الكاميرات لو سمحتي اديني ايديك يا مدام كده.